وصل لك الفيديو يبقى انت واحد من التلاتة دول. اول واحد، بتحفظ اي بوست يقابلك ازاي تبقى محلل بيانات على ما تتخرج. رقم 2، شغال وبتحاول تطور من نفسك، عشان كده بتحفظ برضو اي بوست ازاي تبقى محلل بيانات. انما 3 بقى، انت من الناس بتاعة البحر بيحب الزيادة، فبتحفظ برضو اي بوست ازاي تبقى محلل بيانات. طب واخرتها هتحاول تاخدوا كورس من الاعلانات اللي عمال تظهر لك على الفيسبوك، مركز من المراكز اللي بتقدم تحليل البيانات، مركز الصاروخ لتحليل البيانات. تحجز وتبتدي تاخد ساعات الكورس اللي موجودة، وتبقى عامل زي الراجل ابو جرافات حمرا ده وتقول 100 وتاخد احلى شهادة ان انت خدت الكورس. كرييتيف يعني. ده احنا نشتغل بقى. تقدم على اول اعلان يقابلك وتروح الانترفيو واثق من نفسك قوي. صاحب الشركة بيسألك سؤال وبيديك شوية بيانات، يقول لك انا عايز قرار في البيانات دي. الوقت بيخلص وبيشوف انت عملت ايه، طبعا ما بيعجبوش اللي انت عملته، وبيديك احلى ديس ابروف. تاخد شهادتك وتروح تفرمها. مركز الصاروخ ايه بس؟ طالما وصلت لحد هنا في الفيديو يبقى انت اكيد عايز تعرف ايه اللي حصل وهتعمل ايه عشان تبقى محلل بيانات ناجح. ومش هقولك اعمل الصح، تعال اقولك ايه اللي هيحصل ببساطة. الكورس بتاع مركز الصاروخ ركز على انه يعرفك ازاي تستخدم الادوات في الاكسل والباور بي اي، وطبعا ما عرفتش هتعمل ايه بالادوات دي. خلينا نعرف صاحب الشركة كان عايز ايه. بكل بساطة صاحب الشركة كان عايز تشاور له على المشاكل اللي موجودة في البيانات اللي اداها لك، وايه القرار السليم عشان ينجح الشركة. خليني اقول لك على مبدأ ناجح جدا في تحليل البيانات ومن سنة 1896 تقريبا. المبدأ ده مبدأ باريتو. بالمناسبة صاحب المبدأ ده عالم ايطالي واتسمى على اسمه. قال ايه بقى؟ قال ان 80% من النتائج سببها 20% من الاسباب. والمبدأ ده برضو معروف بقاعدة 80-20. ابسطها لك، في المبيعات مثلا انت 80% من ارباحك بيجوا من 20% من زباينك بس. عايز تبقى محلل بيانات بجد؟ فولو ولايك وشير. سهلة.